بما اننا في الصيف والشعر مشاكله كترت قوي، بالذات ان الجو والحر والرطوبه وكمان البحر وكل العوامل اللي احنا فيها بتجهد الشعر جدا جدا. لو كنتوا سمعتوا كلامي عن الاولابلكس نمبر 1 ونمبر 2 كان هيساعدكم جدا جدا، وحاولوا تجربوا الموضوع ده بالذات بعد ما فتره الصيف تعدي. هتلاقوا ان هو بيعمل ريبير لكل المشاكل اللي حصلت في خلال الفتره دي. بس حبيت ازود كام حاجه في الاولابلكس علشان يديكوا الريزلت اللي انتوا مستنيينه. اهم حاجه بالنسبه لي بعد التريتمنت 1 و 2 ده كان تريتمنت مش مينتنس، يعني هو علاج فعلا هيعالج التقصف، فعلا هيعالج الشعر التالف مكان الحراره والجو اللي احنا فيه، مكان اي تريتمنت فرد او الكلام ده. اهم خطوه بقى بعد ال 1 و 2 او حتى للي مش هيستخدم 1 و 2 الاولابلكس نمبر 4 ونمبر 5. نمبر 4 ونمبر 5 جايباهم معايا عشان اوريهولكم. نمبر 4 هما اسمهم اصلا بوند مينتننس، يعني انا المفروض صلحت البوند او صلحت التركيبه بتاعت شعري، محتاجه بقى حاجه تمنتين النتيجه اللي انا وصلت لها. من اهم الحاجات دي نمبر 4 ونمبر 5. ليه؟ لان فيهم نفس الماده الفعاله اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي البيس امينو بروبايل دايجلايكول دايماليت، ولكن بتركيز مختلف طبعا عن التركيز اللي موجود في نمبر 1 ونمبر 2، تركيز اخف. طيب هنا الميزه كمان انه هيعمل هايدريشن او هيعمل ترطيب كويس جدا 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 للشعر، وبالتالي هيعوضوا عن كل الترطيب اللي بيفقده بسبب الجو او بسبب اي تلف هو اتعرض له. فهو كده هيصلح لانه فيه الماده الفعاله حتى لو بتركيز اقل، كمان هيرطب لانه هو فيه ترطيب عالي. الشامبو مفيش فيه اي حاجه هورش كيميكالز او كيميكالز تقيله على الشعر، سلفيت فري، بارابين فري، ريحته مش سترونج او مش قويه، ولكن هي ريحه بوتانيكال او ريحه طبيعيه اكتر. الفيسكوستي بتاعته تقيل شويه، وده اللي هيخليني اقول لكم لما اقول لكم نستخدمه ازاي، ان لما نحط على ايدينا نحط حاجه صغيره، لان هو تقيل، مش تقيل على الشعر، هو نفسه كليكويد، الليكويد نفسه تقيل شويه. بعد كده احنا بنخففه بميه ونحطه على فروه الراس، والاملسيفاينج ده او ان احنا نحط عليه ميه اول علشان يشتغل والماده الفعاله فيه تشتغل، وبعد كده نحطه على شعرنا على طول، تبقى كميه صغيره. تلاحظوا النتيجه بتاعه اولابلكس ازاي، هي هتحس بفرق الشامبو ايه لما الناس تستخدمه عن اي شامبو عادي، بالذات طبعا ان انا عارفه ان هو ممكن يكون اغلى شويه. هو اولا خليني اقول لكم ان هو هيبقى مفيد للناس اللي دايما بتعمل هايلايتس وبتعمل صبغه باستمرار. الصبغه بتعمل حاجه صعبه قوي في الشعر وهي البليتشنج، وده من اخطر واسوأ اي حاجه ممكن تتعمل في الشعر. يمكن كل الحاجات اللي بنعملها مضره في اوقات كتير، ولكن التشقير او البليتشنج ده حاجه صعبه جدا لما بتتعمل، مهما كان احنا اخدين احتياطاتنا وعاملين كل حاجه، ولكن هي بتجهد الشعر. اكتر ناس هيحسوا بالفرق لما يستخدموا اولابلكس هم الناس دي. ايه اللي هيميز الاولابلكس عن اي شامبو تاني؟ اللي هيميز الاولابلكس ان هو فعلا هتحس من اول استخدام بنعومه رهيبه في الشعر، وان هو سهل التحكم. الناس اللي على طول عندها تشابك او شعرها بيمسك في بعض، من اول مره هتلاقي ان الشعر بيكون سهل جدا التحكم فيه. وكمان الناس اللي عندها سبليت اندز او ان شعرها بيتكسر وبيتقصف، هتلاقي ان الموضوع الهيشان ده قل بنسبه كبيره مع الاستخدام ومع باقي المنتجات، وحسب درجه الهيشان والتلف. يعني لو درجه كبيره لا احنا محتاجين نستخدم 1 و 2 معاهم 4 و 5. وكمان لسه هكلمكم عن السيروم نمبر 9، لو الهيشان درجه بسيطه هيبان من اول استخدام. كمان هتحسوا الفرق في اللمعه بتاعه الشعر واحساس ان هو مظهره صحي وفيه حيويه. اكتر ناس هيحسوا بفرق بالموضوع ده الناس اللي على طول بتعمل اون ديلي بيزس، بتعمل بيبيليس او بتعمل شعرها اي حاجه حراره، هتلاقي ان فعلا شعرها شكله احلى، عامله كيرلي، عامله اي حاجه، تلاقي ان شكل الكيرلي نفسها شكلها حلو. هيفرق جدا في المظهر. ومن اكتر الحاجات المميزه واللي فعلا حصلت معايا وحصلت مع ناس كتيره جدا، انه هيخلي الشعر الكثافه بتاعته اكتر، هتحس ان في فوليوم حصل في الشعر. دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني، لانه مش بتيجي من الشامبو، يعني دايما بتيجي لما اي حد بيعمل تريتمنت معينه. الاستخدام اول حاجه احنا بنحط على ايدينا كميه صغيره زي ما قلت لكم، لان هو تقيل شويه ومش تقيل على الشعر، ولكن تقيل كملمس لحد ما بيتخفف بميه، بتحطوه على ايديكم وبعد كده يتخفف شويه بالميه
وبعد كده يتحط على فروه الراس، وهو اوريدي لما هتنزل الميه هيغسل باقي الشعر، وبنسيبه على شعرنا حوالي دقيقتين 3. واي شامبو فيه ماده فعاله ايا كانت هي ايه، اولابليكس او غيره، اكرينال، فيتشي، اي شامبو فيه ماده فعاله لازم يتساب على الشعر دقيقتين 3، وبعد كده هنغسله. وطبعا يستحسن ان احنا يبقى معانا نمبر 5 ونعمله على طول بعديه اللي هو الكونديشنر. يعني هقول لكم لو انتم مش عايزين تستخدموه كل يوم، يعني هو يستخدم كل يوم عادي، اهم حاجه بالنسبه لي انه على الاقل يستخدم في الايام اللي احنا عاملين فيها نمبر 3 المينتنس كيت. لما بنكمل بعد 1 و 2 بنكمل بنمبر 3، او لو هنبدا على طول حتى بنمبر 3، اليوم اللي هنعمل فيه الماسك بتاع نمبر 3 لازم على طول اكون بغسل الشامبو والكونديشنر بتاع اولابليكس عشان اجيب احسن ريزلت ممكن تطلع من الكيت دي. الكونديشنر نمبر 5 انا بحبه جدا لانه هو مركز، بحس ان هو حمام كريم، مش بحس ان هو جاست كونديشنر. ترطيبه عالي جدا جدا جدا، مش بيسيب اي ملمس دهني، وبيأثر حلو قوي برضو على الشعر من حيث اللمعه والصحه، ويخلي شكله حلو جدا يعني. ومره تانية الشامبو وبعديه الكونديشنر، لا طبعا في فرق في ترطيب الشعر. ده ترطيب عالي قوي 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 يا جماعه، هيبقى مفيد في الجو اللي احنا فيه ده. الناس اللي على طول دلوقتي مسافرين وبحر وشمس وكل الحاجات دي، الشعر محتاج عنايه اوفر. يعني الاستخدام بتاع الكونديشنر طبعا هيبقى مش من اول الشعر، مش من بعد الشعر كده بشويه لاخر الشعر الاطراف. نتقل ممكن شويه على الاطراف بالذات لو في سبليت اندز او في تقصف جامد تحت والشعر متبهدل من تحت. بنتقل عليه ونسيبه 4-5 دقايق ياخد وقته، وبعد كده نغسله عادي مفيش مشكله. وحاجات بسيطه بس هتفرق. الشامبو والكونديشنر مهمين جدا، اولابليكس نمبر 4 ونمبر 5، حتى لو احنا ما استخدمناش نمبر 1 ونمبر 2 وحتى نمبر 3 مفيد جدا في الجو ده. يا رب اكون افدتكم في الشامبو والكونديشنر. الحقيقه يعني فروم ماي فيفورتس، لان انا فعلا بشوف منهم نتيجه، وزي ما قلت لكم اكتر نتيجه بحبها منهم الموضوع بتاع الفوليوم. ان بالذات ان انا مثلا شعري بيكون رفيع، الشعريه بتاعته رفيعه، فلما في منتج بيديهم احساس الفوليوم او الكثافه، يديني احساس ان شعر اتقل واحسن، فانا ببقى مبسوطه جدا. يا رب اكون افدتكم، واستخدموا نمبر 4 ونمبر 5 وقولي رايكم ونفع معاكم، والنتيجه اللي وصلتوا ليها بعد الاستخدام كانت ايه. باي.